ناس بتمشي على الطريق واما التعب بيحل، يقفوا اللي تعبوا ويختفوا من شمسهم في الظل. في ناس بتمشي على الطريق واما التعب بيحل، يقفوا اللي تعبوا ويختفوا من شمسهم في الظل. وهي وماشية ما بتكل، لا عمرها بتشكي ولا بتمل. وهي وماشية ما بتكل، لا عمرها بتشكي ولا بتمل. ماشية في عز الشمس في حضنها ولادها، في طريق ضويق فيه الضعيف بيضل. زي القمر ما بيعشق الليل الطويل، زي الهوى ما بيهوى ينسب في الخلاء. زي القمر ما بيعشق الليل الطويل، زي الهوى ما بيهوى ينسب في الخلاء. هي بتعشق تبقى مستحيل يتغير العشق اللي جواها اتمنى. في ناس بتمشي على الطريق واما التعب بيحل، يقفوا اللي تعبوا ويختفوا من شمسهم في الظل. عاشت سنين كانت وتد، والظهر مفرود للأبد ولا انحنى. عاشت سنين كانت وتد، والظهر مفرود للأبد ولا انحنى. ما اتكسرتش من الزمن، ما اتأثرتش من الهدف والمطحنة. ومهما تتخبط مع العيشين، ومهما تتخبط مع العيشين، حافظت على الهيبة في زمان بيزل. في ناس بتمشي على الطريق واما التعب بيحل، يقفوا اللي تعبوا ويختفوا من شمسهم في الظل. العواف يا ماري. الله يعافيك يا بسيمة. طب يا اختي كنت تعالي ساعديني في الغسيل بدل ما انت جايه تساعديني في النشر. يعني انا كنت فاضيه ولا يعني كنت فاضيه؟ ها؟ طب ده انا نجيت شوال غلي حباي حباي. انا عارفه ايه الطين اللي فيه ده كله من الجرن. يلا هو كله يطلع في الغسيل. ده عايز غسله جامده جوي. امال مين اللي عليها الدور تروح تغسله في التيره؟ بدر اول ما يجي اخويا طاهر هياخدها على الركايب تغسله في الترع. الله، امال اخوكي طاهر راح فين؟ امال احنا كنا بنقول ايه من الصبح؟ يعني ما سمعتيش الحاجه وهي بتزعج له بتقول له روح؟ لا والله ما سمعت حاجه، ده انا انكفيت على الغسيل قدام الزريبه ما دريتش بالدنيا. عملنا له حل الطبيخ وجفة عيش وراح لاخوه عبد العزيز عشان ياكل بتوع المستشفى. الانفار برضه؟ ايوه الانفار. وانا عارفه طلعونا من الانفار دول كمان. يلا يا بسيمه هو كله بثوابه، رجاله غرب وبيشتغلوا في المستشفى. ايوه يعني كانت المستشفى دي من بقيه عيلتنا. ما دام الرجاله راضيين انت ايه اللي مزعلك بقى؟
اخويا طاهر جه اهو. أسبقك كاني على المشروع يا بطاهر. هتروح لوحدك ولا ايه؟ وماله ما يجراش حاجة. لا يجي. هتغسلي كل الغله دي لوحدك؟ ربنا يقويني وهي. لا خدي سلفتك معاك. من فين؟ سلفتك هان. سلفتي هانم حبلي حملها تجي، الله يكون في عونها. خلاص خدي سلفتك زينب. رخري حبلي ما تقدرش تمشي. وكل ما اقول لك خدي دي حبلي ودي حبلي ودي، امال انت مش حبله ليه؟ معلش بهي يا اختي. أنا جاية أهو. عايزة إيه يا طه؟ بقول لك ايه، روحي مع مرات اخوك اغسلوا الغله على المرد. ما قلت لها كده من الأول، قالت لا، اتشمللت وقالت لي خليك انت. مش عايزة اتعبك يا عم بهي. يا اختي تعبك راحة بس انت تعباني. استنيني احط الملس علي واجي معاكي. طيب مستنياكي. ما تبقيش تتشمللي بعد كده. ايه انا قلت لك اهو. يا اختي انت هتحلفيه هتقطعيه. الا قولي لي يا مريم، الا هي يا اختي ما بتغيرش؟ هي مين دي اللي ما بتغيرش؟ بدر. لا وهتغير ليه بدر؟ في حد في الدار دي كلتها احلى منها؟ مش مسألة حلاوي، ما الحلاوة موجودة، ما هي حلوة يا بنت. امال انت قصدك ايه؟ يعني ما بتغيرش من هانم وزينب ومنك؟ لا وهتغير مني ومن هاني ومن زينب ليه؟ كنا احلى منها ولا احلى مني؟ هي حكاية حلاوي؟ ايه فايدة الحلاوة اذا كانت الست عاملة زي الارض المالحة ايه اللي ما بتتزرعش؟ ايوه انت قصدك يعني عشان ما خلفتش لغايه دلوقتي. ايوه ودي شوية. ايه طب وهي ذنبها ايه؟ دي حاجه بتاعت ربنا. اصلها يا اختي مش باين عليها الزعل. لا وهي هتعمل ايه؟ تروح تشوف مالها. لا طب ما يمكن العيب مش فيه. فاشر. امال العيب من اخوي؟ طبعا العيب فيها. وايه اللي خلاكي متاكده قوي كده؟ ايه لان احنا عمرنا ما حصلت في عيلتنا الحكايه دي، كل اللي بيتجوزوا لازم يخلفوا. وانت شاغله نفسك بالموضوع ده ليه؟ اذا كان صاحب الشأن نفسه مش شاغل روحه يا اختي. والله دي حاجه لها العجب، اذا كان واحد شايل داجنه التاني زعلان ليه؟ اخويا وصعبان عليا ونفسنا نفرح له بحته عيل. هو الراجل من غير خلفه يبقى له ذكرى؟ يا اختي فضك من الموضوع ده خالص بقى وسيبيهم يعيشوا حياتهم، بلاش تضغصي عليهم عيشتهم. يا اختي هيبقى هو في مصيبه وسكينه في مصيبه. ايه بقى اللي جاب سيره سكينه دلوقتي؟ عشان لو ما كنتيش انت واختك بهية اتحشرتوا ودخلتوا في سكه البنيه ما كناش دخلنا دلوقتي في سكه ايه؟ بتسفهي كلامي يا مريم؟ لا عاوزه اقول لك ان كل حاجه حشره نفسك فيها وبالغلط. كنت الشيخ البرجوجي ولا يعني كنت الشيخ البرجوجي؟ بقول لك ايه يا مريم، طول ما انت على السطوح انا مانيش طالعه. اتفضلي. بقول لك ايه يا بسيمه، ما تنزليش الدار كمان يا حبيبتي عشان اني نازلاه. يا ناري لو كان اللي في بالي يحصل. امتى الاجازه بقى تخلص يا خال؟ نفسي ارجع المدرسه. خلاص زهقت مني ومن الشغل معايا؟ لا يا خال، بس انا بحب المدرسه وكمان بخاف احسن الغنم ينسيني الدروس اللي اتعلمتيها. طب ما انت بتذاكر اهو، وحد حايشك على المذاكره؟ لا بس كل شويه بقوم الم الغنم. خلاص يبقى خليك قاعد في الدار زي الحريم. ما اقدرش يا خال. ليه بقى؟ عشان بحبك يا خال وكمان بحب الغنم، وبعدين دول بقوا يعرفوا اللي انا عايزه وبقوا يسمعوا كلامي. المهم انت تفهم هم عايزين ايه. عاوز تفلح في حياتك افهم الغنم الاول. البركه فيك يا خال، علمتني لغات. تعرف يا خال انا حبيت الغنم اكتر لما دخلت المدرسه. ليه يا ترى؟ طب ما تقول لي عشان انا كمان احبهم اكتر. بص يا خال، لما دخلت المدرسه اخدنا سيره سيدنا محمد وعرفت انه كان في يوم كان راعي غنم، كان راعي غنم. مظبوط مظبوط. تعرف يا خال انا بزعل قوي لما بنذبح الغنم. ليه يا ولي؟ هو احنا بنعمل حاجه غلط؟ ده ربنا سبحانه وتعالى محل ذبحه. اهو بزعل وخلاص. ما خدتوش في المدرسه
ان سيدنا ابراهيم كان عاوز يذبح ابنه، وربنا سبحانه وتعالى اوحى له انه يذبح بداله كبش. طب ما انا جاريها في القرآن. يا ماني خايف للمدرسه دي تنسيك القران اللي انت اتعلمته في الكتاب. لا يا خال ما تخافش، طب دي المدرسة كمان بتدينا قرآن. طب انت حافظ ايه دلوقتي؟ جزء عمي وجزء تبارك. تبقى راجل بحج وحقيقي يا واد يا شوشي لو حفظت القران كله، وانا مستعد اسمع لك. انت ختمت القرآن ولا لسه يا خال؟ ده انا ختمته من زمان، وكل سنه بختمه مره. خلاص هبقى اقول لخالي صادق اشتري لي مصحف صغير عشان احطه في جيبي. مش كنت خليتك في كتاب الشيخ جمعه احسن طول الاجازه؟ لا يا خال ده بيمد بالفلكي عمال على بطال، وانا كاريه اللي يضربني. لازم بيضربك عشان بتتشاجع. لا عشان كان بيبعتنا اشتري له حاجات وانا ما كنتش برضه. وما بترضاش ليه؟ عشان خالي طلبي شافني قبل كده وانا رايح اشتري له حاجات، شخط فيا وقال لي انت شغال عنده ولا بتتعلم؟ ما فيهاش حاجه يعني، من علمني حرفا صرت له عبدا. خالك طول ده محبكها قوي قوي، لكن معلش. اهاني بقى ما عدتش بحب اللوح اللي بيتكتب عليها بباب الفرن، اقعد طول النهار الم في الهباب علشان اعمله حب. في دي عندك حاج، مفيش احسن من التقدم، الكراريس والكتب والريشه ام مسن والدواء اللي في الدرج. هنيالك يا عم عقبال القلم الابانوس والبدله والطربوش. نفسي يا خال اخش مدرسه دسوق. ما دام نفسك تروح يبقى هتروح. ازاي بس؟ انوي انت بس، انوي، انما الاعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوي، وما دام نويت تروح المدرسه يبقى ربنا هينولها لك. خلاص انا نويت اهو. لا يا عبيط، تنوي زي ما بتنوي الصالح. هو الاذان بيقول ايه؟ حي على الصلاه، حي على الفلاح. معناها ايه دي؟ يعني قوموا صلوا، قوموا اشتغلوا. وانت ما دام نويت تروح المدرسه يبقى لازم تذاكر ليل ونهار عشان ربنا ينولها لك. افرض بقى ما حدش وداني. انت تودي نفسك. مش معقول يعني خالك الحاج درويش ولا خالك عبد العزيز يشوفوك واد شاطر وبتنجح في المدرسه ويعطلوك عني. ديك الساعه انا اللي اوديك بايدي واصرف عليك. ايه يعني؟ هخصص لك شويه غنم يطلعوا مصاريفك. ربنا يخليك ليا يا خال واشوفك مأمور. إلهي ما اشتهيكي أبدا يا مريم، دايما مسلياني ومخففة عني الوحدة اللي أنا عايشة فيها في الدار دي. ما انت يا بنتي لو تسمعي الكلام وتشوفي لك عريس كده وتتجوزي هيبقى حالك احسن من دلوقتي، هيبقى لك جعل لوحدك وتبقي حرة روحك. مريم هزعل منك بقى، أنا بقول إنك مسلياني ومخففة عني الوحدة تقومي تقولي لي اتجوزي. أنا مش هتجوز يا مريم، أنا هعيش بقية حياتي كده. انت حرة يا اختي على كيفك، مادام انت مخبيله كده ايه العوض على الله. يا اختي يا مريم هناخد زماننا وزمن غيرنا، بسيبها بس تتجوز. قولي لي يا بهي، انت شايفه اللي انا شايفاه يا بنت؟ انت مرات الكبير وبتشوف اللي احنا ما بنشوفوش. يعني المجاوي حاطط عينه على بسيمه ولا لا؟ ما تقوليش يا مريم. ايوه، من ساعه عبد العزيز ما جابه يبات عندنا في القاعه الصيفي بتاعت الحاجه فاطمه واني شايفه كده انه ميال لبسيم. وانت رايك ايه؟ ده اني كنت اساعده ولو بضرب النار. انت عارفه البت بسيمه دي لو اتجوزت دي هم وهينزح من على قلبي. يعني بسيمه لما تتجوز هتسيب الدار؟ ايه امال ايه؟ اصل الواد غني ومبسوط، والحاجه ثعلبه طبعا مش هترضى ابدا ان راجل غريب يدخل علينا الدار. بقيتي بتفكري زيها بالظبط. يا اهلا وسهلا، يا 300 مرحبا. الدار نورت من يوم ما دخلتيه. منوره باصحابها يا ست الحاجه. كتر خيرك انك شرفتيني وقعدت معاي، ده يوم المنى يا ام الرجاله المحترمين. ايه ولكن قول لي يعني انت شفت بنتي بسيمه فين؟ الله وكيل يا حاجه، يا دوب عيني وقعت عليها صدفه وهي فايته. صادق من غير حلفان. نمت في المقعد ده على قد ما نمت، ودخلت الدار من وسطها وطلعت السلم عشان اجي هنا. عيني ما شافت ولا سلمت على حد من حريم الدار غيرك. ايه؟ امال عايز تخطبها ازاي؟ هو في حد يتجوز واحده لا شافها ولا عارفها؟ الله وكيل يا حاجه، انا جاي اناسب الرجاله اللي وقعت اسير لكرمهم. قلت في عقل بالي لو الحاج درويش والشيخ طلبه وسي عبد العزيز عندهم اخت نادر عليا ما فرط فيها ولو دفعت فيها عمري. بارك الله فيك. الله يكرمك يا رب.
احنا ما عملناش معاه غير الواجب يا سرحيب. المهم سألت علي الدين، قال لي إن عندكم بنت اسمها بسيمة، مثال الأدب والكمال. قلت بس دي بركة ورثي. ولما عرفت إنها مش مخطوبة قلت يا رب يرضوا بيا. كلمت سي عبد العزيز عشان خاطر يكلمكم. والله اذا كان على الخطوبه هي كل يوم والتاني تقدم لها عريس، انما المشكله فيها هي محدش منهم مالي عينها. ليه محدش يعرف؟ أنا أقول لك إيه السبب. منك نستفيد. دي باينة زي الشمس. لما يكون أختكم ليها أخ زي الحاج درويش سي عبد العزيز والشيخ طلبة وصادق وطاهر والناس اللي زي الورد دول، يبقى لازم تكون عايزة راجل زيهم تمام. وبصراحة دي صعبة. هتجيب زيكم منين؟ الله يخليك، انت الاحسن. اي أيوة والله. الدنيا مليانه ناس محترمين، ايش هنكون احنا يعني؟ أمة محمد لسه بخير يا سرحيم. انما قول لي انت من انهي بلد؟ لا مؤاخذة انا اصلي نسيت. من جنبكم، بيننا وبين بلدكم فرق الكعب. تعرفي بلد اسمها الرحمانية؟ احسن ناس. سؤال يعني، انت متزوج؟ ما اخبيش عليكم، ايوه متجوز بنت خالتي. ايوه. طب ما دام متجوز ومن بنت خالتك لزومه ايه جواز تاني؟ هو صحيح يعني شرعي يحلل لك انك تتجوز 4 ما دمت قادر تعدل بينهم، لكن يعني فيه ستات كتير ما تحبش تبقى زوجة تاني. ايوه، خصوصا اذا كانت من عيله محترمه. هي دي بقى ما قلتليش عليه. لا مؤاخذة يا سرحيم، كان لازم تنورني. موضوع جوازك ده انت ما كلمتنيش فيه. وانا اعمل لك ايه بس يا سي عبد العزيز؟ انا يا دوبك فتحتك في الموضوع، قلت لي عليك بالحاج درويش. بس الحقيقة دي مفاجأة. بس يعني ما تأخذنيش يا سرحيم، انا بقول يعني ليه تظلم مراتك وتتجوز عليه؟ الله وكيل، انا اتجوزت مراتي دي ونيتي صافيه، بس اعمل ايه؟ ما بتخلفش. ومنين عرفت بقى ان السبب منها؟ يا دي الخلفة اللي شغلة الناس. والله يا ست الحاجة رحت بيها لأكبر دكتور في مصر. ايوه، اهو ده اللي انا خايفة منه. ويا ترى بقى الحاجة هتوافق ان بنتها تعيش بعيد عنها وفي بلد تانية؟ لا مؤاخذة، أنا لسه ما كملتش بقيت كلامي. لا، بنتكم مش هتسيب البلد، هتبقى هنا. هبني لها دار سرايا صغيرة كده على جدها، وهبقى هنا باستمرار. ايه رأيك يا عبد العزيز؟ والله انا بصراحة يا ابا الحاج ما عنديش مانع، ما دام هيبني لها دار هنا وهتقعد هنا في البلد وهو راجل جدع، يبقى ايه المانع؟ وانت يا شيخ طلبة؟ والله يعني يا حاج درويش انا بقول اللي انت تشوفه انا موافق عليه. انا بصراحة يا ابا الحاج سألت عنه مهندس التنفيذ اللي بيشتغل في المستشفى، شكر لي فيه، وكل المجاولين اللي جم يشتغلوا في المستشفى برضه شكروا لي فيه، وانا بصراحه معاشره بقالي 2 سنين ما شفتش عليه اي ضجه نقص. انا حبيت اقول لكم اللي اعرفه عشان يبقى ضميري مرتاح. وانت ايه رايك يا حاجه؟ سيبك من راينا كلنا، قولي رايك بصراحه. والله على كل حال يعني خلي الحبل موصول. كلام كبير جو 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 يا حاجة. الحبل هيفضل موصول إن شاء الله، سواء اتجوزت بنتكم ولا ما اتجوزتهاش. شوف بقى، انت تسيب لنا عنوانك واللي فيه الخير يقدمه ربنا. يعني طلع متجوز. وامي خدت الموضوع جوه قلبها وساهمت. الفكره عمال يودي ويجيب فيها من دلوقتي. طب وانت رايك ايه؟ والله اذا كانت امي وبسيمه موافقين انا كمان موافق. يا بنت انت من ساعه حكايه عيسى وسكينه
ما عودش اتدخل في موضوع الجواز بتاتا ما دام هو موافق. يعني حسيت دلوقتي بسكيني. انت بتشوفيها يا مريم؟ اسكت يا حبة عين امها، بقت عاملة زي اليتامى. حتى حتة العيل اللي كانت ممكن تطلع بيه من الموضوع سقطت فيه. لا حول الله. يعني تفتكري يا بنتي لو كانت اتجوزت عيسى كانت هتبقى حالتها احسن من دلوقتي؟ لا، اتنين بيحبوا بعض، امال ايه؟ حبة عيني ده الاتنين دلوقتي عايشين في نار. هي سقطت وهتتطلق وهو مفيش خلفي. والله لولا حرام كنت طلقته من بدر واتجوزته لسكينة. طب ايه قولك لو كانت البت بدري يا عيني ما بتخلفش؟ تخلف شيء؟ امي كانت تطين عيشتنا يا بيت. ايه يعني ممكن تطلقها من عيسي؟ كلمة طلاق دي مش موجودة في العكايشة. ما انت لسانك طويل زي المبرد اهو وعمالة تلف حواليا زي الحداية اللي عايزة تخطف كتكوت وبرضه ما بطلقكيش. يا اخوي أنا قاعدة على قلبك من هنا لطالون، أنت ما تقدرش تستغنى عني أبدا. ما اقدرش ايه؟ طب علمك عليا خلص أكل بس وأني أطلقك بالتلاتة. مش هخلص أكل. مين؟ انا بالحاج درويش. عايز ايه يا طور؟ مش انا اللي عايزه، امي انا عايزاك يا بالحاج درويش. ازاي بس الكلام ده يا أمه؟ بقى عايزة تبعتي شحط عجل زي عيسى يكشف عليه الحكيم. عايزه قلبي يهدي، وانا قلت لصادق ما يقولوش هو رايح فين. يعني يقول له مثلا انهم رايحين يزوروا سيد ابراهيم الدسوقي. ده عيسى واد جن هيفهم. ولو رفض ياما؟ رفض ايه؟ رفض يكشف. تبقى مصيبه وحطت فوق راسنا كلنا. وبعدين يا حاجه بقى احنا هننوح من دلوقتي. انا مش عارفه اعمل ايه للولد دي. كل ما نخرجه من نجره يوقع هو نفسه في دغدايه. يعني هو بكيفه ياما. انا بقول احنا غلطنا يا حاجه لما ما تجوزناهوش سكينه. موضوع عيسى ده لو اتعجد والفاس وقعت في الراس انت هتخسري الواد ده. اخسره بقى ياما عيسى دي اخونا واحنا بنحبه. اقول من خلقك انت راخر روح اتخمي واللي بقول لك عليه تعمله. حاضر ياما. جرى ايه يا حاج؟ والواد يجي من سفر تبعتيه سفر مراته كده تزهق. سيبنا من صادق وخلينا في اللي احنا فيه. اللي احنا فيه ده ربنا يعديها على خير. انا كل اللي يهمني صحتك انتي. خدي الموضوع ده بهداوه كده عشان ما يجرالكيش حاجه. خايف عليا يا درويش؟ خايف عليكي ده ايه؟ ده كلام يا حاجه. ده انا من غيرك حياتي تضيع. عدوك اللي يضيع يا ضناي. ربنا يديك ما ياخد منك يا ابن بطن. امال فين سكينه؟ ما جاتش يعني؟ زمانها جاي. انا مش عارفه ليه التصميم ده على انها تيجي. معلش يا ستي، أنا ما طلبتش حاجة عجبي، بس أنا عايز أخلص ضميري من ربنا. وماله يا شيخ عبد الصمد؟ انا فاهم غرضك كويس قوي ومتفق معاك فيه. مساء الخير عليكم. أنا جيت أهو. ازيك يا أبو عبد الصمد؟ إزيك أنت يا سكين؟ إن شاء الله تسلم. اقعدي يا سكين. ابوك الحاج عبد الصمد عايزك في كلمتين. ايه؟ كلمتين سر يعني؟ اسأليه. لا سر ولا حاجة، كل ما في الأمر أنا عايز أسألك سؤال واحد يا سكين وتجاوبيني عليه بكل صراحة. اسأل يا أبو عبد الصمد. صحيح أنت مش عايزة ترجعي لجوزك؟ ايه؟ ما قلت مش قادرة أرجع له خلاص. ليه يا سكين؟ مانيش قادرة أعيش معاه. برضه ليه؟ اتأكدت إنه ما ينفعش يبقى جوزي. بخيل يا أبو عبد الصمد، ما بيهموش راحتي. فاتني وانا حبلة من غير ولا مليم احمر، فاتني لامه تشيلني حمول تقيلة على قلبي وتسود عيشتي.
من يوم ما دخلت عليه ما جابليش خيط في ابري. حاجات كتيره يعني ما يصحش اقولها. حط نفسك مطرحي، وسمعت بنتك بتقول كده، تاخدها وتطلع المحكمة عادل ولا لا؟ ان شاء الله لا محكمة ولا حاجة. احنا لا عايزين نفقة ولا غيره. اللي خلاه يقبل على نفسه نصرف عليها المدة دي كلها يخلينا نستغنى عنه وعن نفقته، والله الغني. بس انتوا اللي صدتوه من الاول. ايه طب ما جاك يخلص ضمير ولاد من الاول. كان متعشم انكم ترجعوا في كلامكم وترجعوا له مراته. وكل ما ده ونصمم على الطلاق. فعلا كل يوم بنلاقي سبب جديد يثبت لي ان الطلاق ضروري. بس انا لسه عاوز اسالك سؤال تاني يا سكينه. وماله يا ابو عبد الصمد؟ تعرفي ان جوزي كان ممكن يطلبك في بيت الطاعه؟ واني بقى ما كنتش هسكت، كنت هروح المحكمة واقول للقاضي على كل حاجة، وان غصبوا علي كنت هموت نفسي. وتعرفي لو امتنعت عن الطاعه هيحصل ايه؟ يحصل ايه يعني؟ هي عافية؟ ايه هعيش مع واحد غصب عني؟ بكده يسقط حقك في النفقه ومأخر الصداق. وماله؟ انا طلاقي منه لوحده كأني اتولدت من اول وجديد. ياه، ده انت بايعه خالص. أنا برد على كلامك يا ابو عبد الصمد. يا عم خش دغري في الموضوع من غير لف ولا دوران. انت عايز توصل لايه بالظبط؟ اهي قالت لك على اللي فيه. في الحقيقه بقى مش انا اللي عايز، انتوا اللي عايزين. ماشي، احنا عايزين نطلق. اسمعها من سكينه. أني عاوزة أتطلق. تحلفي يا سكينه ان دي رغبتك انت ومفيش اي حد مأثر عليك فيه؟ وحياة كتاب الله المنزل إن شاء الله امتص في نظري إن أمي وأبويا غصبوا عليا إن أنا أرجع لجوزي، وإني بقى اللي مش راضية مش قادرة. خلاص يا سكينه، انا راجل اعرف ربنا ومش انا اللي اطمع في حقك. حقك هتاخديه على داير المليم مع انك انت اللي بايعه. كل شيء نصيب يا ابو عبد الصمد. خلاص ابعتوا هاتوا المأذون وانا هروح اجيب صلاح واجي. بس قبل ما يجي المأذون العفش بتاعها يجي. خلاص تاهت والجناه. بكره الصبح من بدري هاتوا الرجاله والجايمه وتعالوا شيلوا العفش ونجيب المأذون ونخلص في دارنا. شفت بقى يا سعاده البيه، تعبنا بس تعبنا جه بفايده. برافو عليك. علي الدين ما كانش بيبالغ لما قال انك احسن واحد للمهمه دي. دلوقتي بقى يا سعاده البيه نقدر نزرع الارض دي زي ما احنا عايزين، خضره شجر ورد وكفه شيء يخطر على بالك. على فكره يا سي عبد العزيز، انت ممكن تحاسب المقاول على تمن كل حاجه. ما تفرقش يا سعاده البيه، كفايه عليه بس هو اجره الانفار يكرمهم ويرضيهم. الله، طب وانت مش معمول حسابك مع الرجاله؟ ده انت بقالك كتير قوي شغال معانا ليل نهار. مش عيب يا سعاده البيه، انا برضو هتحاسب نفر؟ لا ما اقصدش يا عبد العزيز، المفروض انك اكتر واحد يشتغل معانا. يعني كنت فدائي صحيح، ده غير الغداء كل يوم والتاني وبيات المقاول عندكم. اذا اعتبرنا يا سيدي ان ده واجب الضيافه وانتوا فعلا تشكروا عليه يفضل عرقك معانا. اعمل معروف يا سعاده البيه، وعاك تجيب سيره بالموضوع ده قدام الحاج درويش، احسن ده كلام كبير ويبقى فيه حق جامد قوي يا سعاده البيه. طبعا لا، ده كلام بيني وبينك، لا الحاج درويش هياخد خبر ولا اي حد. انت بس تشوف عرقك يطلع بكام والمقاول يمضيك على وصل في السر ويقبضك، لا من شاف ولا من دري. الله يرضى عليك يا سعاده البيه، ما تفضحنيش في البلد. يقولوا ايه الناس؟ يقولوا اشتغل وخد اجرته؟ ده انا اضرب نفسي بالنار على طول. يا سلام، للدرجه دي يا سي عبد العزيز؟ طبعا يا سعاده البيه، ده انا عبد العزيز عكاشه اخويا الحاج درويش وامي الحاجه فاطمه ثعلبه، اشتغل على اخر الزمن اجري واخد اجره. ممكن تقولوا لي احنا رايحين فين؟ زياره وزورنا وفتحه وقرينا وحمص واشترينا، نلحق بقى قطر الظهر. اصبر امال يا عيسى، بطل عجل، ده احنا في رحاب الدسوق يا راجل. وبعدين يا اخي يعني هو انت كل يوم في البندر؟ احمد ربنا ادينا بنفسحك ببلاش. بلاش اصلا كده بصراحه ربنا شايف في عينيكم حاجه غريبه، حاجه ما تطمنش. ايه
ايه رايك يا بات؟ تحب نروح على طول ولا نتفسح شويه؟ اللي تشوفه يا بطولبي. بس انا يعني كنت عايز اشتري كحل وصابون بريحه، وست الحاجه كمان موصياني على شويه توتيا زرقاء وشويه عطار، وكمان بكرتين خير. شفت يا عم، وكنت عايزنا نروح من غير ما نشتري الحاجات دي كلها. على العموم احنا قريبين هنا من دكاكين الكلف والعطار. طلبي خد مرات اخوك وروح اشتروا الحاجات اللازمه على بال ما اخلص المهمه دي مع عيسى. ما ينفعش يا صادق. ايه؟ اذا حضر الماء بطل التيمم. عايزنا نروح ونشتري الحاجات دي وانت معانا؟ ما ينفعش يا بصادق، ما ينفعش. ست الحاجه موصياني بتقول لي خلي ابوكي صادق هو اللي يشتري كل حاجه بنفسه. يلا بينا. بقول لكم ايه؟ اني وبادر هنقعد على القهوه دي، انا نفسي هفني على كوبايه شاي. ايه؟ ماشي، واحنا مش هنتاخر. طب ما نقعد نشرب كوبايه شاي احنا كمان. لما نرجع هنبقى نشرب شاي وهعزمك اني عليه. يلا. انت رايح للحكيم ولا ايه؟ 5 دقايق بس يا عيسى الحكيم يشوفك فيهم. يشوفني انا؟ ليه؟ ده انا صحتي زي البومبا اهي. اسمع بس يا جدع ما تقفلش مخك، الحكيم لازم يشوفك. يشوفني ليه بس يا صادق؟ وانا اشتكيت من حاجه؟ يعني علشان مسألة الخلفة دي هيشوف لك ايه السبب، واذا كان فيه سبب يديك العلاج. يعني لا فيه زياره لسيد ابراهيم ولا حاجه. وانا اقول ايه مناسبتها؟ اتاريكم عاملين فيها مغرز بايخ. مغرز؟ مغرز ايه بس يا عيسى؟ احنا عايزين مصلحتك. مصلحتي؟ وانا ما اشتكيتش من حاجه. هو انت يعني لازم تشتكي؟ ما هو كمان يا اخي مش معقول يعني نشوفك المده دي كلها من غير خلفه ونقف كده نتفرج عليك. شوف يا صادق، أنا لا يمكن أطلع للحكيم ده وأحرق نفسي قدامه حتى لو انقطعت رقبتي. يخيبك يا عيسى. هو كل الكشف كده يا ولي؟ لا، فيه كشف بالكلام بس. يعني تقعد كده مع الحكيم وتقول له ايه اللي فيك وهو يعمل لك التحاليل اللازمه. وأنا الحمد لله ما فيش أي حاجة خالص وكله تمام التمام. اسمع بس يا عيسى، عيسى اسمع يا بس عم. يا عيسى استنى. خير؟ عيسى يا سيدي مصمم ما يخشش للحكيم. ليه بس؟ دي احنا فجعنا المشوار ده كله بسببك. دماغه ناشفه انا عارف، بس انا قلت يمكن تلين لو سجن عليه سيد الدسوقي. شوف يا شيخ طلبة، أنا عارف نفسي كويس وكتر كلام مش عاوز، وإلا هسيبكم وأروح لوحدي حتى لو ماشي. أنت حر، يلا بينا. اللي بيشيل جربة مخرومة بتخر على دماغه. وأنا عايزها تخر على دماغي. خسرت المشوار والمصاريف. المهم هنقول لأمك إيه؟ دي لو عرفت الحقيقة هتنكد على الدار كله. أيوه صحيح. هنقول لها إيه؟ نقول لها كشفنا بقى وخلاص. أنا مستحيل أكذب. خلاص يا شيخ طلبة بلاش تكذب، سيبني أنا أقول لها. وهتقول لها إيه بسلامتك؟ خلاص. أنا هقول لها إن أنا كشفت وطلعت سليم واتأكدت. وأنت عارف كدبة زي دي هتكلفنا إيه؟ ولا حاجة، نطرمخ بس. أنا بقول إن أمك هتصمم على الطلاق. دي أقل حاجة تفكر فيها. يا ابوي على المشوار اللي رحناه. مش خير والحمد لله. وطلع ابو عيسى ما عندوش اي حاجه. ابوك عيسى؟ ابوك عيسى يا فلحه ما طلعش للحكيم من اصله. يا لهوي. اكتمي يا بنت، اوعي تجيبي سيره لحد احسن 3 بالله العظيم اكسر عظمك. وده معناته ايه الكلام ده؟ معناته اني مش هقول لامي ان احنا ما رحناش للحكيم. هتكذب يا صادق؟ يعني اعمل ايه في الليله المهببه دي؟ يعني من ساعه ما دخلت الدار وانا قلبي بيدق زي بابور السكه الحديد. ما صدقت ما لقيتش حد مقابلني، جيت على هنا عدل. ويلي يا هانم، اقول على الحقيقه وتبقى وجع سودي ولا اكذب ونعدي الموضوع بقى ونخلص. وابويا الشيخ طلبي هيكذب معاك؟ يعني هيعمل ايه هو روخر؟ وتفتكر يعني ان امك هيخيل عليها الكلام ده؟ يخيل بقى ولا ما يخيلش؟ الصباح رباح يا هانم. ما تشهلي يا بت، شهلي خلينا اتخمد انام قبل ما حد يشم خبر اني جيت والاسئله تنزل عليا زي السيل. يا عيني عليك يا بدر. حسك عينك يا بت تجيبي لها سيره باي حاجه، دي حتى هي ما تعرفش كمان احنا نازلين البندر ليه من اصله.
رايح فين يا عيسى؟ خارج بره. في حاجة؟ الساعة دي أنا كده بحب أتمشى في الدار في الليل، تطق في دماغي أعملها على طول. هي اهدي اللي تعملها على طول. أتمشى في الدار. نام أنت، نامي نوم العوافي. السويد رايح فين يا عيسى؟ انتوا كلكم رايح فين؟ طالع اشم هوا. ما انت لسه راجع من البندر. ايه مش باتش هوا؟ هوا السطح غير هوا البندر. عن اذنك يا اختي. ما قلتليش ايه؟ عملت ايه مع الحكيم في البندر؟ بيقولوا ان طلعت سليم. هو ده اللي عاوزين تعرفوه؟ عن اذنك يا اختي، عن اذنك يا بسيمه. كبرتي وبقيتي تعرفي تتكلمي. ايه دي؟ هي قاعده لوحدك كده ليه يا بهي؟ ما قعدتش لوحدي ليه؟ يعني يا السلعوه هتاكلني؟ لا، ما هو انت مش هتقعدي لوحدك تتغزلي في القمر ولا تعدي عدد انفاسك. انت اكيد هتقعدي لوحدك عشان خاطر تنوحي وتجيبي الجديد. بفك عن نفسي. تصبح على خير. لا تصبح ايه، اقعدي خلينا نتحدث سوا ونشوف اخرة الدنيا دي ايه. ليه يا ولد؟ شايفني الشيخ عزت ولا حضرة العمدة عشان تاخد رأيي؟ أنا يا دوبك تقول لي زيك أقول لك الله يسلمك. يعني انت ما بتتحشريش مع عمك في حاجة في الدار خالص؟ بتحشر بس يعني من باب التسلية، بنضيع اليوم. أني لما بحب أنفك وأتحدث عن نفسي مع حد يقولوا لي اتجوزي، وأني ما ببقاش طايقة روحي. وبعدين الجواز مش مشكلتي، أنا مشكلتي. ها ما هي احكي، ده انت بتحكي لاخوك عيسى. يا عليك يا عيسى، ما تصدق يا اخويا تلاقي موضوع حزين وتلبك فيه. أنا بلاوية غير بلاويك. عيسى سيبني يا اخويا انزل انام، احسن لو امك جلجت وما لقيتنيش في فرشتي هتبقى حوسه. يعني انت ما تفتحيش قلبك ولا تتودودي الا مع مريم؟ ايوه مرات اخوي وزي اختي، وبستريح لما بتكلم معاها. حملت اسيه. طب اسمعي، انا هحكي لك احنا عملنا ايه في البندر. لا يا اخويا لا، ما تحملنيش ذنب. ايه ذنب ايه؟ اخوك صادق من ساعه ما رجع وهو بيتنفض قدام هانم. هانم اللي قالت لك كده؟ ايه امال يعني صادق. وقالت لك ايه؟ قالت لك الحقيقه ولا بنت عمها؟ قالت لي اللي قاله لها صادق. يبقى اتفضحنا. ايه يا ولي، انت مش رحت وكشفت عند الدكتور ولقاك سليم؟ ايوه بس هانم قالت لك ايه؟ هتقعد تلف وتدور على ايه؟ عاوز تعرف ايه وتخبي ايه؟ انت مش رحت للدكتور وبالاماره ما عجبكش كشفه حاجه تكسف كده؟ خلاص يعني كده فهمت. قال ايه لهانم وهانم قالت لك ايه؟ هو انتوا هانم بقيتوا صحاب؟ ايوه عايز تفوق عليا. انا بقى مش فايقالك، انا نازله عشان انام وانت تنزل تنام في قعتك، ولو حبكت وحبيت تتمشى في الدار وبقى تنحنح، فاهم؟ تصبح على خير. وانت من اهله. ما بينطفيش نورها، ما بينتهيش دورها، ما بينطفيش نورها. ومهما تجوى الريح، ومهما تجوى الريح، مش سهل تكسرها،
مدام عافية وقدر على الأيام حتمشي مشوار